باغي تعيش مرتاح؟ ما تقولش للكلب سيدي، والبلاصه اللي ما مرتاحش فيها ما تمشيش ليها، واللي ما يخافش على مصلحتك بعد عليه، وقليل الاصل ما تاخدوش صاحب، والخايب غير بعد منه، والحاجه اللي عاجباك خودها، والحاجه اللي مقتنع بيها وخايف غيرك يعلق عليها ديرها، واللي واقف لك على الغلطه غلط وخليه يزيد بحاله، واللي قلل من قيمتك غير حيدو من حياتك. من الاخر، اليد اللي تدرك قطعها ولوحة، الى القلب ما طاوعكش سد عليه، راه العمر قصير باش تضيعه، والتحد ما شد عليك السما لا تطيح. بحال اللبس اللي كتعجبك غادي تعطلك على الخدمة حتى تصلحها وتقادها، ماشي ضروري تلبسها اليوم. والى الماكلة اللي عزيزة عليك غادي تغلضك ولا تمرضك، ماشي ضروري تاكلها. والى الاتصال اللي كتسناه غادي غير يعصبك ولا يعطلك بلا ما تجاوب واخا يكون اتصال مهم. كتوصل واحد المرحلة في حياتك خاصك تتعلم فن الاستغناء، واخا تكون متعلق بهاد الحاجة بزاف ومتخيل ما تقدرش تبعد عليها، حيت الا جربتي تبعد وتستغنى غادي تجيك عادي. بحال هكا غادي تشري راحة بالك وغادي تعيش مرتاح، ما غاديش تبقى عايش غير باش ترضي الاخرين ولا تعصب على حوايج وانت تقدر تستغنى عليها بكل سهولة. هضرتي ماشي غير على اللبس ولا الماكلة، حتى على بنادم. كنوهمو راسنا راه منقدروش نستغناو عليهم، وكنبقاو نعطيهم فرص واعذار على اي حاجه كيديروها لينا. حتى الامتى غادي نبقاو بحال هكا؟ حياتنا عامره بشحال من قرار خاصنا ناخدوه، حيت الحياه قصيره بزاف باش نضيعوها غير باش نرضيو الناس. ماشي ضروري نرضيو كاع الناس، المهم تكون انت راضي على راسك ومتاكد انك ما كدير شي حاجه اللي غضر اي واحد، وما تجريش ورا الناس باش ترضيهم، حيت غادي تضيع حياتك وما غاديش يرضاو عليك.